لكن احنا جينا من القاهرة مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين في مأمورية مشتركة مع مباحث البحيرة ومباحث التموين هنا أيضا لمهاجمة هذا المصنع وكشف العديد من السلع الرمضانية المغشوشة. دلوقتي هعرض لحضراتكم مهاجمة المصنع، هنخش المصنع هنشوف ايه هيحصل ايه، ده اللي هعرضه لحضراتكم في التو. خليكم معانا. افتح الباب. سيادة العقيد عمرو بحر، دلوقتي احنا دخلنا فن المصنع. باذن الله احنا جوه المصنع والمضبوطات اهي موجوده، هيتم المعاينه دلوقتي. يمكن اوضح لحضراتكم دلوقتي. وزع قوات على المكان، وزع قوات على المكان، تم تحفظ. ايه البراميل؟ ايه البراميل دي يا فندم؟ ده غالبا ده المنتج اللي هو ترشي. ترشي ده حضرتك اللي هو قدام افتح. ده طبعا شايفين مفيش اي بيانات خالص اطلاقا. استاذن زملائي المصورين علمي وعمرو. ده المخلل بقى بتاع رمضان. المخلل طبعا دي منتجات رمضانيه، ده بيتم طرحه في الاسواق. شوف حضرتك مساحه طبعا. الريحه دي ريحه كريهه جدا يا جماعه، ريحه فظيعه. ظاهره في دود حضرتك قدام، في دود. ايوه يا فندم. احدى مجموعه البراميل دي فيها دود، فاحنا هنتم دلوقتي التفتيش على جميع ارجاء المصنع. معايا بس ونفرج الست. انا جاي معاك. بتقول ايه؟ انا متعفن في حاله تعفن. يا ريت يا علمي لو سمحت. لا ثانيه واحده يا فندم، خليها كده. اطلع فوق حضرتك. ارجع يا جدع بقى ورا. مش عارف ايه ده. يعني ده ريحه غير طبيعيه. سيادتك شوف الخضار ده. بعد اذنك بس كده. شوف حضرتك الاثار دي. شوف حضرتك ده. شوف حضرتك ده زيتون حضرتك اللي احنا بناخده في رمضان. بينزل الاسواق بيبقى بشكله جميل وبيتغسل بيبقى بشكله نظيف، وهو اساسا غير صالح للسلك الادمي بالمنظر ده سيادتك اللي شايفه بالعفن ده بالطريقه دي. بالنسبه لبقيه الكميات حضرتك تعال نتفرج في حاجات تانية. لا انا عاوز اقف هنا شويه. شوف حضرتك ده حد يا ريت حد يصور دي بعد اذن حضراتكم. ده كل دي ديدان. دي ايوه دي حضرتك. شوف هي طبعا واضحه. وضح يا فندم للكاميرا بعد اذنك. واضح ان الديدان حاله تعفن تام، حاله تعفن تام، يعني قد يؤدي الى الوفاه مباشره. طبعا الريحه مش عايز، ريحه غير طبيعيه. فطبعا ده هم بيغسلوه وطبعا بيطرح في السوق بيتحط في عبوات شكلها جميل سيادتك، ونطرح في احلى الماركات السوبر ماركات والهايبرات والحاجات ديت، وبيتداول احسن الهايبرات والسوبر ماركت. او بنحط في غلاف شكله جميل وعبوات شكلها كويس. ده زيتون اسباني. ده زيتون اسباني مضاف للون، وبيطرح على اساس ان هو طبعا بيبقى مستورد، وطبعا كيلو ثمنه باهظ. يعني هو يعني يمكن انا بينادوا عليا في حاجات تانية. شوف حاله تعفن تام اهي، حاله تعفن تام لا يا جماعه انا عاوز حضراتكم من فضلكم ركزوا جدا. لا بعد اذنك يا عمرو تعالى يا عمرو اطلع فوق يا عمرو بعد اذنك. جنبي هنا حد يجي جنبنا هنا يشوف الماده دي ايه دي. في حاله تعفن تام. ايه ده مش للمواطن في شهر رمضان. شوف حضرتك ايه ده مش ممكن حاضر ايه اللي بيحصل حاجات كده. يا خبر شوف يا خبر. شايفين الدود يا جماعه؟ لا ده الدود كمان. وضح يا عمرو، وضح يا علمي. شايفين الدود يا جماعه؟ ده زيتون ده المفروض، وفي الوان صناعيه على فكره. ده زيتون ده. ايوه ده زيتون حضرتك، ده زيتون. في يا جماعه زيتون اسباني، ده زيتون، ده مخلل، ده ترشي. المفروض ان هو كان يطرح في شهر رمضان. المفروض ان حضراتكم كنتوا هتروحوا تشتروا الحاجات ديت. المفروض هو انا عاوز افهم حاجه. هو حق المصريين ده عند مين؟ هو صحه حضراتكم رخيصه قوي كده؟ كرامتنا رخيصه قوي كده؟ يعني تتفضل حضرتك في حاجات تانية. وصل لدرجه من التحلي يا فندم مفيش خالص، مفيش اي حاجه منتج سيادتك، ده حاجات راح
غير صالحه اساسا خالص، مفيش منتج لها اساسا. المفروض ده كان هيتوزع منه بكميات. المفروض حضرتك بدخول شهر رمضان حضرتك دود حي، دود حي. دود حي. انا عاوز بقى يا فندم بعد حضرتك كده بس لو سمحت. ده دود حي طبعا، غالبيه البراميل الموجوده جوه ممتلئه بيه عن اخره، وزي ما شايفين حضراتكم ده نشأ نتيجه درجه العفونه اللي انشأت الحشره دي. طبعا ممكن تكون بتتخللها من الداخل، وممكن يعني غير لو حاطين فلفل بقى يعني لزوم الشغل، ممكن تكون غير مرئيه للمواطن لما يطرح في السوق. وطبعا احنا هيتم طبعا التحفظ على المكان كله. شايفين يا جماعه؟ انا بصراحه مش عارف على اقول ايه، لكن لسه في حاجات تانية. اتفضل يا فندم، اتفضل حضرتك معانا. لسه في حاجات تانية. طيب خليكم معانا.